بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه افضل الصلاة واتم التسليم. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جديد، بس فيديو النهارده من شقة اختي. حبيت النهارده ان انا اشارككم اللي هي عملته. ده اللي انتم شايفينه ده النيش بتاعها. اختي متجوزه من حوالي 15 سنه. وده اللي انتم شايفينه ده ما كانش النيش، ده كان عباره عن دولاب الاطفال بتاعها اللي هي متجوزه بيه. هي لما كانت متجوزه بالنيش الكبير اللي هو بيبقى واخد الجدار بحاله ده. وبعد طبعا الخلفه والاولاد وكده قلبت النيش، عملته دولاب الاطفال، وخدت الدولاب وخدت دولاب الاطفال زي ما انتم شايفين. الدولاب الازاز اللي انتم شايفينها دي من الجوانب ومن قدام كانت كله خشب، فهي خدت الدولاب وراحت شالت الخشب وكده وعملته كلته ازاز بحيث يبقى ماشي، يبقى شكله حلو وينفع نيش. كمان الارفف اللي انتوا شايفينها اللي هي مرصوصه ده هو كان الدولاب عباره عن رف واحد فقط لا غير. هي زودته رفين وراحت جايه واخده الحاجات بتاعتها ورصتها في النيش بالشكل ده. هو خد حاجات كتير، يعني زي ما انتم شايفين هي رصاه بالشكل ده، يعني واخد حاجات كتير قوي. الكاسين اللي انتم شايفينهم المكسورين دول كانوا كوبايتين من طقم كده، بس هي يعني شايفاهم شكلهم حلو فقالت لا انا مش هرميه. بس ايه يعني شايفين النيش ما شاء الله واخد الارفف بتاعته واخده كميه كبيره، يعني واخده الصين والاركوبال واللي هو طقم الشاي والازاز بتاعها والطبق الفاكهه. وفي الاخر برضو كده ايه رصه بقيه الحاجات بتاعها. هي الفكره حلوه، يعني انا ايه الفكره عجبتني، ان بدل مثلا ما كانت تضطر ان هي تسيب النيش زي ما هو وتشوف وتبقى محتاجه ان هي تعمل لاولادها دولاب، لان الدولاب ده زي ما انتم شايفين ما كانش بياخد حاجه. فهو ايه لما يكون هي استغلت الجزئيه دي وعملت النيش بالشكل